طب السؤال دلوقتي، هل العهد القديم اتذكر فيه حاجة من الأحداث اللي حصلت ديت أو حاجة عن الصليب؟ الكتاب المقدس كله محوره عن السيد المسيح، سواء كان العهد القديم أو العهد الجديد. العهد القديم كان كله نبوات واستعدادات للسيد المسيح لما جه السيد المسيح، وطبعا العهد الجديد كله بيتكلم عن السيد المسيح. هو في قسمين موجودين في العهد القديم. في أول حاجة النبوات. النبوات دي موجودة طبعا كتير جدا عن اليوم دوت. السيد المسيح كان فيه حوالي 333 نبوة عن السيد المسيح، عن حياته على الأرض في العهد القديم. من ضمنهم حوالي 40 نبوة اتحققوا يوم الجمعة. يعني في 40 نبوة، يعني كلهم اتحققوا تقريبا، يعني عشان ممكن في ناس بتقول أعداد أقل أو أكتر يعني. لكن ال40 نبوة دول اتحققوا يوم الجمعة، زي مثلا اقترعوا على ثيابه، على ظهره حرس الحراس. طبعا نبوات كتير جدا يعني. دي أول حاجة بالنسبة للنبوات. بعد كده في حاجة اللي احنا عرفناها اللي هي الرموز. الرموز طبعا دي كانت كتير جدا في العهد القديم. أول حاجة الذبائح اللي كانوا بيقدموها اليهود في الهيكل، دي كانت أو في خيمة الاجتماع قبل كده، كانت كلها بترمز للسيد المسيح، لأنها كانت كلها ذبائح دموية، كلها بترمز للسيد المسيح. آه بعد كده كان ذبيحة هابيل اللي قدمها هابيل، دي كانت برضه رمز للسيد المسيح. فلك نوح نفسه كان رمز للصليب، لأن هو كل اللي كان احتمى بالفلك نجا، زي ما احنا برضه بنحتمي بالصليب بننجو من الخطية. بعد كده في طبعا في رمز كبير جدا كلنا عارفينه وبنحتفل حتى بيه يوم الخميس العهد، اللي هو ذبح إسحاق. ذبح إسحاق ده من أكتر الرموز لذبيحة السيد المسيح على الصليب. لأن في حاجات كتيرة متشابهة فيه، يعني إن إن السيد المسيح إن أبوه إبراهيم هو اللي كان هيقدمه ذبيحة، زي ما الآب قدم ذبيحة اللي هو الابن السيد المسيح. إسحاق شال الحطب اللي كان هيتقدم عليه ذبيحة، زي ما السيد المسيح برضه شال الصليب على كتفه لغاية مكان الصلب. إبراهيم هو وابنه خدوا مسيرة 3 أيام من المكان اللي كانوا عايشين فيه لغاية ما راحوا جبل الموريا اللي اتقدم عليه إسحاق. فال3 أيام دول برضه شبه ال3 أيام اللي هم السيد المسيح قضاهم على القبر. وفي طبعا جبل الموريا ده اللي هو على نفس الجبل اللي معمول عليه هيكل أورشليم، نفس الجبل اللي اتصلب عليه السيد المسيح. يعني جبل الموريا في تلة اسمها تلة الجلجثة، دي من ضمن جبل الموريا. فنفس الجبل اللي اتقدم عليه إسحاق أو كان هيتقدم عليه إسحاق ذبيحة، هو الجبل برضو اللي اتقدم عليه السيد المسيح ذبيحة على الصليب. دي بالنسبة طبعا في حلم يعقوب، ده كان برضو من ضمن الرموز. برضو في من الرموز عن الصليب لما جه يعقوب يبارك أولاد يوسف، حط إيده على شكل صليب. لما حط إيده كده على الولاد حتى يوسف حب يعدل له، قال له لا أنا عارف. فده برضو كان رمز للسيد المسيح. ومن ضمن برضو الرموز المشهورة للصليب خروف الفصح. خروف الفصح اللي ذبحه اليهود لما جم يخرجوا من مصر هنا. أولا كان الخروف ده بيحفظ ابن سنة في السن اللي هم الخروف بيبقى ده أنسب سن، زي ما السيد المسيح برضو كان يتقدم على الصليب في سن اللي هو 33، ده كان أنسب سن. كان بيتقدم بياكلوه على أعشاب مرة، وكان بيبقى مشوي مش مطبوخ. طبعا ده رمز لألم السيد المسيح على الصليب، وكانوا بيشوه على سيخين متعامدين، يعني كانوا بيحطوه سيخ بالعرض وسيخ بالطول وبيشوه. طبعا ده رمز يعني واضح جدا على الصليب يعني. وطبعا كانوا بيلطخوا الدم على القائمة والعتبتين، العتبة والقائمتين دول طبعا رمز لما نيجي نعملهم كده يبقوا هيدونا شكل صليب. بس هو طبعا في طبعا صخرة حوريب اللي موسى ضربها بالعصاية طلعت لهم مياه، دي طبعا برضه رمز للسيد المسيح. وفي ناس بتستغرب لما موسى ضربها مرتين بعد كده ربنا حرمه من دخول أرض الموعد بسبب الحركة دي، لأن ربنا قال له كلم الصخرة. يعني أول مرة قال له اضرب الصخرة، وتاني مرة قال له كلم الصخرة، لكن هو ضربها. فده دليل إن ذبيحة الصليب بتتقدم مرة واحدة بس،
فعشان كده ربنا قال له في أول مرة اضرب الصخرة، وفعلا نزلت مية. لما ضربها مرتين ربنا عاقبه، لأن هو قال له كلم الصخرة. كلم الصخرة دي بتدينا إشارة للعهد الجديد اللي هو الاعتراف، يعني الكلام اللي احنا هنقول المغفرة بالاعتراف أو بسر الاعتراف. فدي كانت صخرة بالنسبة لصخرة حريم يعني. وطبعا لما أثناء خروجهم من أرض مصر كانوا جم في حتة ما فيهاش مية، ولما لقوا المية لقاها مرة، طبعا اشتكوا ربنا، راح عمل جاب شجرة موسى وحطها في المية، اتحولت لمية حلوة. طبعا الشجرة دي رمز للصليب. في رمز أخير اللي هي الحياة النحاسية، لما اليهود تذمروا على ربنا لما كانوا في أرض مصر فضربهم بالحياة المحرقة. وطبعا لما ربنا حب يرفع عنهم الضربة دي، قال لموسى يعمل حية نحاسية ويعلقها، وكل واحد الحية تلسعه يبص على الحية النحاسية دي ايه ينجو. بينجو من الحية دي. طبعا إشارة كبيرة جدا للصليب. هو حتى السيد المسيح قال لما زي ما الحياة رفعت في العهد القديم، ابن الإنسان هيرفع برضه في العهد ايه في العهد الجديد. وفي رمز حلو قوي في الحياة النحاسية، ان هو كان دايما بيقول ان هو يعني مثلا مع ربنا كان ممكن يمنع الحياة، يعني خلاص يعني يقول زي ما اوجد الحياة كان يمنعها، لكن هو عشان على الصليب برضو هو الحياة النحاسية دي بتنتصر على الحياة اللي هي كانت بتلدغهم. برضو السيد المسيح في العهد الجديد لم يقضي على الشيطان، لكن انتصر عليه. أستاذ أنور، هل الصليب كان ضعف؟ بمعنى آخر، هل الصليب كان بالنسبة للسيد المسيح حاجة ضعيفة، أو هو كان ضعيف في وقتها؟ هو سؤال حلو جدا. احنا دايما كمسيحيين بنبقى متهمين بالاتهام ده، يعني بقول لك ازاي بتعبدوا اله ضعيف واله اتشتم واتبصق عليه واتصلب ومات. وممكن في ناس كمان بتتكلم عن الموضوع ده بسخرية جدا، لكن احنا كمسيحيين عارفين ايماننا كويس. وعشان كده الكنيسة رتبت اسبوع الالام ده التسبيحة الرئيسية اللي احنا بنقول فيها لك القوة والمجد والعزة والبركة، بالرغم ان احنا كنا بنبقى معلقين صور الصليبات في كل الكنيسة، لكن بالرغم من كده التسبيحة الرئيسية لك القوة والمجد. أكيد السيد المسيح ما كانش عن ضعف، لكن ده هو دليل على قوته، بدليل إنه هو اللي اختار الوقت والطريقة اللي يموت بيها. طبعا دي أكيد مش عن ضعف. يعني ممكن نقرأ بعض الأحداث بس من إنجيل يوحنا. أول حاجة لما جم يقبضوا عليه، ده في إنجيل يوحنا إصحاح 18. فخرج يسوع وهو عالم بكل ما يأتي عليه. يعني هو لما عرف ان هم جايين يقبضوا عليه هو اللي خرج ليهم، يعني هو اللي خرج ليهم. ولما بيسألوهم بيقول لهم انتوا عايزين مين او جايين تكلموا مين؟ فقالوا له احنا عايزين يسوع الناصري. فقال لهم انا انا هو. فايه اللي حصل؟ ان هم وقعوا وسقطوا على الارض. يعني كان ممكن لو هو عايز يهرب او عايز يمشي او كان سابهم ومشي، زي ما حصل قبل كده اكتر من مرة. يعني في انجيل يوحنا وبقية الاناجيل في 6 مرات حاولوا ان هم يموتوه، ان هم يرجموه او يرموه من على حافة الجبل، لكن كان السيد المسيح عشان كان ساعته لم تأتي بعد زي ما هو كان بيقول، فكان بيقتص في وسطهم. يعني كانوا مؤمنين عليه وهيرجموه فعلا او هيرموه من على حافة الجبل، كان بيسيبهم ويمشوا، محدش كان بيقدر يجي ناحيته. ده دليل ان هو قوة، دليل ان هو مش ده الوقت اللي هو هيموت فيه، فهو مش عايز، فما كانوش بيقدروا يعملوا معاه حاجة. لكن لما جه الوقت اللي هو مختاره عشان يموت فيه، سلم ليهم نفسه، بالرغم ان هم سقط على وجوههم. هل في انسان ضعيف لما يجي الناس تقبض عليه يفكر في اللي حواليه؟ طيب السيد المسيح اول ما جم قبض عليه قال لهم اذا كنتوا عايزيني انا اذا كنتوا فانتم تطلبوني فدعوا هؤلاء يذهبون. كان بيطلب من اجل التلاميذ اللي كانوا معاه، اللي كانوا بطرس ويوحنا ومين ويعقوب، ان هم عشان طبعا ما يتقبضش معاه. علشان كده يوحنا بيقول ان الذين اعطيتني لم اهلك منهم احد. ده دليل على قوة السيد المسيح. حتى لما بنقول هو اللي اختار الموتة بتاعته، اليهود كانوا ممكن في اي وقت يرجموا السيد المسيح، وده اللي حصل. وحصل بعد كده ان هم رجموا اسطفانوس، وبولس الرسول نفسه تعرض للرجم اكتر من مرة.
لكن هم لما سلموه للرومان كانت العقوبة بتاعت الرومان اللي هي الصلب، فهو اللي اختار ايه؟ هو اللي اختار الطريقة اللي يموت بيها. علشان كده وصلهم ان هم يعني يحاكموه محاكمة مدنية عند بيلاطس، علشان هو عايز يختار الصليب، هو اللي مختار الصليب. لو ساب اليهود ينفذوا الحكم فيه كان الحكم اليهودي ايه؟ كان الرجم. وطبعا مش دي الطريقة اللي هو السيد المسيح كان عايز يموت بيها. علشان كده برضه في يوحنا بنكمل في نفس الإصحاح، فكان بيلاطس قال لهم خدوه انتوا ايه واحكموا عليه حسب ايه؟ حسب ناموسكم. فقالوا له احنا ايه لا يجوز لنا ان نقتل احدا. هو طبعا ما كانش هو ليه، هم بيعملوه وقتلوا استفانوس بالرجم، لكن هو السيد المسيح علشان مختار الصليب دبر ان هو يموت بالصليب. وبرضه ده اللي بيأكد عليه القديس يوحنا، بيقول ايه؟ ليتم قول يسوع الذي قاله مشيرا الى اي ميتة كان مزمعا ان يموت، لانه هو قال اكتر من مره ان هو هيموت بالصليب. ف برضه ده مش دليل على ضعف، يعني مفيش حد ضعيف بيختار التوقيت والطريقه اللي يموت بيها. حتى في محاكمته مع بيلاطس لما بيلاطس بيقول له لي سلطان ان اصلبك ولي سلطان ان اطلقك. تخيل واحد والي روماني بيحاكم واحد بيقول له انا كده، بيقول له انا ليا سلطان ان انا اصلبك وليا سلطان ان انا ابرئك. يعني يكون رد السيد المسيح عليه ايه؟ يقول له لم يكن لك علي سلطان البتة لو لم تكن قد اعطيت ايه من فوق. ده مش جواب واحد ضعيف. مظبوط. نيجي على الصليب. يعني في احداث الصليب اللص اليمين بيقول له اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. لو شخص ضعيف مش هيهتم، يعني انا في ايه ولا في ايه. لكن السيد المسيح مش بيقول له اذكرك، لا بيقول له ده انت هتكون معايا في الفردوس والنهارده. على الصليب برضو بيوصي يوحنا على الست العذراء، برضو مش دليل يعني، حتى فهو في عز آلامه ايه فكر في امه. تالت حاجة في القديس يوحنا بيقول عبارة جميلة جدا، اللي هو اللي بيقول لك نكس رأسه وأسلم الروح. طبعا دي عكس اللي بيحصل لو واحد مصلوب مثلا ومات، ايه اللي بيحصل؟ ان هو بيموت الاول وبعد كده بينكس ايه؟ بينكس رأسه. لكن الترتيب اللي قاله يوحنا في انجيله ان هو نكس رأسه واسلم الروح، دليل ان هو الموت ما كانش هيقدر يقرب منه غير لما السيد المسيح يأذن. السيد المسيح سكب نفسه للموت لما نكس رأسه، خلاص كان أكمل ونكس رأسه. فحصل انه ايه؟ ساعتها السيد المسيح مات على الصليب. هو اللي أذن للموت، ان هو سكب نفسه للموت لما نكس رأسه وبعد كده أسلم الروح، عكس الطبيعي يعني. فما تجيش تقول لي بعد الأحداث دي كلها ان ده كان ضعف. لا، لما نشوف المشهد كده ما نقولش ان ده شخص مصلوب على الصليب، لما نشوف كده ده نقول ده ملك على عرش. وده اللي الكنيسة فهمته ودبرت الصلوات بتاعته في أسبوع الآلام، وتقول لك القوة والمجد. فأكيد ده مش ضعف. السؤال المهم في حلقتنا النهارده، ازاي الله مات؟ طيب احنا بنقول السيد المسيح هو الإله المتجسد. السيد المسيح ليه طبيعة واحدة من طبيعتين زي ما احنا بنقول، أو زي الكنيسة معلمتنا إن هو ناسوت ولاهوت متحدين مع بعض في طبيعة واحدة، إن لاهوته لم يفارق ناسوته لحظة واحدة ولا طرفة عين. فالسيد المسيح لما مات على الصليب مات، لكن اللاهوت نفسه طبيعته لا تقبل الموت. اللي مات الجسد أو الناسوت بانفصال الروح عن الجسد، لكن اللاهوت نفسه لا يقبل الموت. لكن اللي مات هو الإله المتجسد. واحنا الكنيسة برضو لما بنيجي نصلي في القداس بنقول بموتك يا رب نبشر. فاحنا بنؤمن ان الله هو اللي مات على الصليب، لكن اللي مات الطبيعة الناسوتية، لكن الطبيعة اللاهوتية لا تقبل الموت. ان اللي حصل على الصليب ان الروح الإنسانية انفصلت عن الجسد للسيد المسيح، لكن الاثنين فضلوا متحدين باللاهوت. الدليل ايه؟ ان الروح لما كان بتموت زمان كان الشيطان بيقبض عليها، لكن لما سيد المسيح روحه نزلت الى الجحيم كانت مرتبطه باللاهوت، فخدت كل المسبيين على رجاء المسبيين في الجحيم وميتين على رجاء القيامه، خدهم ووداهم الفردوس. الارواح يعني اللي هي ميته
اللي هم الأبرار بتوع العهد القديم، خدهم كلهم. طبعا لو كان إنسان عادي أو روح عادية مش متحدة باللاهوت كان الشيطان كان قبض عليها وبرضه حبسها في الجحيم. دي حاجة. الجسد برضه قعد 3 أيام في القبر لم يرى فسادا، برضه لأنه كان متحد باللاهوت. وفي القيامة رجعت الروح الإنسانية للجسد، والجسد قام برضه متحد باللاهوت. يعني في كل الأحوال كان اللاهوت متحد بالناسوت. هو كل اللي حصل في الموت إن الروح الإنسانية انفصلت عن جسده، لكن الاتنين فضلوا متحدين باللاهوت. فاحنا بنؤمن إن اللي مات على الصليب إن هو الله، لكن هي بنقول الطبيعة نفسها الإلهية لا تموت بس. وبكده وصلنا لنهاية حلقتنا. وأولا بنشكر أستاذ أنور على المعلومات الجميلة اللي قدمها لنا، وعرفنا إيه اللي حصل في اليوم دوت، والطريق من أول بستان جثيماني لحد الجلجثة، وإيه المحاكمات اللي حصلت مع السيد المسيح في اليوم دوت، وإزاي سلم نفسه عن الصليب بإرادته وخلص البشرية كلها. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا، وهنستناكم في حلقات تانية جديدة من سلسلة حكايات من زمن ما فاتش.